لو انا خريج جديد وعايز اقدم في مدرسه، اعمل ايه او ايه الخطوات اللي المفروض اعملها عشان اقبل في المدرسه اللي انا هقدم فيها؟ تعالوا مع بعض نشوف اي خريج جديد محتاج ايه بالظبط، او ايه الحاجات اللي المفروض يعملها عشان يقدم في مدرسه ويتقبل ان شاء الله. طبعا موضوع انك تقدم في مدرسه بيختلف شويه او شويتين عن انك تقدم في شركه او في وظيفه تانية. تقديم في المدارس بيحتاج منك 3 خطوات نعدي عليهم. 3 دول لو خلاص تمام اكسبتد فيهم بيبقى تمام، انت معاهم في المدرسه دي. طبعا انت لسه خريج جديد مش عارف تبدا منين او تروح ايه او تروح فين. المهم انا عايز اشتغل مع بدايه الدراسه، ومش عايز ان السنه دي تعدي عليا وابقى ملحقتش المدارس. ساعات كتير مننا بنبدا نقدم في مدارس لكن للاسف بيبقى خلاص الاستاف كومبليت، فما بلاقاش مكان ليا ان انا ادخل في المدرسه دي. بما اني انا لسه خريج جديد فانا لازم اعمل سي في بتاعي جديد، وطبعا حتى لو مش خريج جديد السي في ده بيتحدث كل سنه، لكن انا بتكلم ان انا خريج جديد فانا محتاج ان انا يبقى عندي سي في بتاعي اعمله. ودلوقتي بقى الموضوع سهل جدا في موضوع السي في ده. عندك برامج كتير جدا على النت بتقدر من خلالها انك تعمل السي في بتاعك دي، في منها برامج بفلوس وفي منها حاجات كتير برضو مجانيه. ما عليك انك بس تدخل كده وتكتب بقى بص يعني اسمك وسنك، هواياتك ايه، الخريج ايه وسنه كام، والحاجات اللي هو اي حد لازم يعمل الستيب الاولانيه دي في اي تقديمه بالنسبه له. طيب انا عملت السي في بتاعي، المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ ابعته للمدارس على النت ولا لازم اروح المدرسه اعمل ابلكيشن فيها؟ بصوا، في مدارس كتير وخصوصا المدارس الكبيره بتهتم بموضوع انك تبعت السي في بتاعك على النت، لكن في مدارس كتير تانية ما بتهتمش بموضوع الايميل اللي انت بتبعته السي في بتاعك لما بتبعته، وللاسف بيبقوا مركزين اكتر مع الابلكيشن اللي بتتعمل جوه المدرسه. فانا ما ينفعش ابعت السي في واقعد في مكان استنى المدرسه اللي تكلمني. ابعت السي في بتاعك على الايميل لو هم طالبين، وروح خليك رخم للمدرسه واعمل ابلكيشن، عشان السبب اللي انا قلته لكم ان هو في مدارس بتبقى بص على الابلكيشن اللي موجود في المدرسه ده الاول، وبعد كده بترجع لطلبات الايميل اللي موجود عندها. فالافضل ان انا هروح المدرسه اعمل ابلكيشن بسيط جدا، برضو بيسألك فيه عن الاسم بتاعك، الخريج سنة كام، المدارس اللي انت اشتغلت فيها قبل كده او شغال في ايه لحد دلوقتي. طبعا لو انت خريج جديد مش بتكتب ده، بتكتب ان انت فريش جراديويت. فالكلام اللي انا بقوله ده طبعا لو انت هتقدم في مدارس عربي او مدارس لغات براحتك، وطبعا ده برضو بتكلم ان جنرال، يعني اي مادة انت هتدرسها لازم برضو بالستبس دي. طيب انا دلوقتي رحت برضو المدرسة، او انا دلوقتي هروح المدرسة، هل مطلوب مني ان انا اطلع اعمل ديمو، يعني اطلع هشرح يعني وهقابل مدرسين هناك وهقابل السوبرفايزر وكده؟ بصوا، انا ببقى رايح المدرسة عامل في حساباتي ان انا ممكن اقابل حد يقول لي يلا اتفضل اشرح. لو متواجد السوبرفايزر هيقول لك اتفضل اطلع دلوقتي والمدرسة محتاجة، هيعملوا الخطوة دي. وبتروح تعمل الابليكيشن في المدرسة وبتشوف الريسبشن هيقولوا لك ايه. طيب انا عملت دوت الستيب الاولانيه، الستيب الثانيه، وعملت الابليكيشن. المفروض يحصل ايه بعدها؟ المفروض هم بيكلموك زي ما قلت، لو عملت الابليكيشن وروحت بيكلموك بعديها، بيقول لك اتفضل تعمل، يعني هتيجي تعمل ديمو. الديمو ده هو عباره عن انك بتحضر درس. الدرس ده بقى هم يا اما زي ما قلت لك بيطلبوا مرحله معينه، بيقول لك براحتك طبعا انت في المرحله دي تختار الدرس اللي يعجبك، بتبدا تروح وتشرحه. طب احضر منين؟ انا دلوقتي لسه خريج من الجامعه، المفروض احضر من ايه؟ اوعوا، يعني للاسف كتير مننا بيغلط غلطه كبيره جدا، ان هو بيجيب من على النت درس معين ويقول لك انا هشرحه، فبيبقى الحاجات اللي مكتوبه من على النت، يعني انا مثلا اكتب درس على النت وليكن مثلا انا مدرس لغه عربيه، فهكتب مثلا هشرح اللي هو الجمله الفعليه مثلا، فبيجي لك على النت كل ما يخص الجمله الفعليه. يعني انا طبعا يعني بضرب مثال كده. طيب هل ده انت لما تروح تشرحه هل هيقتنعوا؟ لا، انت لازم تجيب كتاب لمرحله معينه، وبتروح ما بتعمل الديمو بتقول انا يعني الدرس اللي انا هقوله دوت في جريد كذا، في سنه كذا، وبتبدا تشرحه عشان تعرف بس حدود الدرس من فين لفين. ما بتبقاش بتشرح كده انت طبعا
هم في الديمو مش بيبقوا منتظرين يشوفوك انت عارف ولا مش عارف. انت طبعا خريج كليه تربيه وعارف، انت عارف، بس هي الفكره هم بيشوفوك انت قادر توصل المعلومه، انت مطلع على المناهج، انت الحاجات اللي هي بتؤهلك انك مدرس او لا. فالافضل ان انا اشوف اتصرف في اي حد يديني كتاب او استلفه من حد، او عندي طالب لسه يعني كان خلص السنه ديت، مثلا حد كان عندي قريبي او بتاع في مثلا في سنه 5، هات لي طيب الكتاب بتاعه، او ده ابص ترم اول ترم تاني مش هتفرق. المهم يكون الدرس من كتب مدرسيه او كتب يعني خارجيه، اي مهم ان هو يكون من كتاب مش من على النت. طيب انا دلوقتي بعد لما اقوم بمرحله الديمو والسوبرفايزر خلاص شافني، المفروض ايه اللي هيحصل لي بعد كده؟ المفروض الستيب الثالثه ديت بتبقى موجوده في بعض المدارس وما بتبقاش موجوده. لو انا عديت من الستيب بتاع الديمو واكسبتت فيها، يعني انا بهرتهم بقى في الديمو بتاعي وتمام، اقتنعوا بيا جدا وخلاص هم عايزيني كمدرس معاهم، بيعملوا ايه؟ بيقولوا لك تتفضل تروح للاتش ار. في مدارس خلاص هم بيكلم يعني في ساعتها، وفي الاغلب بتبقى في نفس اليوم بيقول لك هتفضل تروح للاتش ار، برضه بتعدي عليه. في ستيب مش بقول لك مش موجوده في كل المدارس، بس في مدارس بتبقى موجوده فيها، بيبدا يقعد معاك الاتش ار يتكلم معاك. طبعا الخطوه دي موجوده في المدارس اللي هي اللغات ومش كلها، فبيقول لك بيقعد يتكلم معاك شويه بالانجلش على حاجات في محاور ايه، حاجات تربويه. بيتكلم معاك بقى مثلا ان انت بتدير الفصل ازاي بتاعك، بتتعامل مع الطلبه ازاي، بتحب تدرس اكتر للبنات ولا للولاد. بيبدا يتناقش معاك يعني في حوارات كده بس بالانجلش. ليه؟ عشان بس يشوف الاكسنت بتاعتك ويشوف طريقه تعاملك ازاي جوه الكلاس بتاعك. وطبعا زي ما قلت لكم ان الستيب نمبر 3 ديت مش موجوده في المدارس العربي، ومش موجوده في مدارس لغات، يعني موجوده في مدارس ومش موجوده في مدارس ثانيه. طيب بعد كده المفروض اللي بيحصل بتبدا تروح للمدير، بتقعد معاه، يبدا بقى يتكلم معاك في حوارات السالري بتاعك، المرتب، ان انت هتبدا شغل من امتى، ان انت بيبلغك طبعا ان انت اكسبتد، وخلاص الدنيا بتمشي ان شاء الله تمام. طيب اعرف منين ان انا مش اكسبت؟ يعني انت بتخلص مرحله الابليكيشن، بتدخل على الديمو، بس لو انا ما عجبتهمش في الديمو بتاعي وما كانش قد كده ومش عايزيني في المدرسه، هيقولوا لي، هما مش هيقولوا، هما يعني هتخلص الديمو وهتروح من غير ما حد مثلا يبلغك حاجه، وهيقولوا لك ان احنا هنتكلمك. طيب بيفوت يوم يومين ما تكلموش، اعرف يعني هو من ساعه ما تكون في المدرسه وما بيبلغكش في يومها، اعرف ان هو الدنيا مش الطف حاجه ساعتها، وان هم مش هيتكلموا، عشان تبدا انت تسعى في حته تانية وتقدم سي في بتاعك في مكان تاني. دي الحاجات الاساسيه لو انت لسه متخرج ومش عارفها، او لسه مش عارف تقدم ازاي او تبدا منين. في بس بوينت اخيره عايزه اوضحها، ان انا امتى بقى اروح اعمل الخطوه دي؟ هل من اول الاجازه ولا اول الدراسه ولا في النص؟ المفروض اول الاجازه ما بتبدا انت بتروح تقدم السي في بتاعك، لان انت كل ما تتاخر كل ما المدارس خلاص ظبطت الاستافات بتاعتها والدنيا بقت عندها كومبليت، فمش هتلحق تقدم. يعني بيبقى بقى فرص نادره، يعني مثلا حد جه خلاص في اخر السنه، في اول الترم ومشي عنده ظرف فجاه، فساعتها بتقبلك المدرسه. لكن فرصتك في انك تبقى اكسبتد في مدارس اكتر كل ما بتقدم بسرعه، وبدايه الاجازه ما بتيجي انزل وقدم. احنا خلاص العيد خلص، المفروض كله بينزل يقدم في المدارس ويبدا يخلص حاله عشان يبقى عارف ان السنه الجديده هو فين بالظبط. لو في اي استفسار ولا اي سؤال انا معاكم في الكومنتات، اكتبوا لي رايكم واكتبوا لي كومنتاتكم واسئلتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.